السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو أنت بتفكر تعمل عملية اللوز لابنك ومحتار تاخد القرار ده ولا لا، أو في دكاترة قالوا نعمل عملية وفي دكاترة قالوا لا نصبر عليه شوية، لازم تسمع الفيديو ده للآخر عشان فيه معلومات تخص إمتى نشيل اللوز. في إنجاز لازم تعرف الاسباب ايه اللي هي بنشيل عمليه اللوز فيها لطفلك. اولا الطفل السن المناسب ليه 3 سنين فما فوق. 3 سنين الطفل بيبقى خد مناعه من اللوز، وبعد كده ممكن تفكر لو عامله مشكله تشيلها له. تمام. امتى نشيل اللوز؟ اول حاجه لو اللوز دي بتتكرر، ليها بروتوكول معين في عدد المرات. لو التهبت في سنه واحده اكتر من 7 مرات، اللي هو جسمه يسخن وزوره يورم ويبدا يشكي برجليه والكلام ده كله، وما يتحسنش الا لما يبدا ياخد مضاد حيوي والكلام ده كله. اكتر من 7 مرات في سنة واحدة، او اكتر من 5 مرات في سنتين، يعني السنة دي 5 مرات والسنة اللي فاتت 5 مرات، او اكتر من 3 مرات السنة دي والسنة اللي فاتت 3 مرات والسنة اللي فاتت 3 مرات، يعني اخر 3 سنين كل سنة اكتر من 3 مرات. دي عدد المرات اللي احنا على اساسها بنشيل اللوز للطفل. او ان اللوز بتاع الطفل بقى اسمها كيسنج تونسولايتس، يعني اللوز دي بقت بتبوظ بعض، متضخمه لدرجه ان هي الحجم بتاع اليمين بقى بيبوظ الحجم بتاع الشمال في الحلق، فبالتالي ضيقت مجرى التنفس بتاع الطفل وبدات تعمل له مشكله في النوم اللي هي الشخير ووقف التنفس، اللي هو العيل او الطفل وهو نايم يشخر ومره واحده يجي له فزعه كده بالليل يقوم كده. فدي طبعا مشكله كبيره قوي تنفسيه، واحد الاسباب الرئيسيه اللي بنشيل منها اللوز. او اللوز بتاع الطفل بقت مزمنه وبدات تجمع فضلات اكل، او بتلتهب كتير فمغيره ريحه الفم بتاع الطفل، وبدات تاثر عليه في الكلام برضو في حجمها الكبير، وبدات تخلي الطفل ريحه فمه كريهه كتيره قوي. فدي احد الاسباب ان هي اللي احنا ممكن نشيل اللوز، وده المشهوره جدا جدا جدا. لكن انا ما بشيلش اللوز عشان ابني رجليه بتوجعه، انا ما بشيلش اللوز عشان رحت عملت تحليل ميكروب سبحي طلع 200 او 300 او 400، انا ما بشيلش اللوز عشان شايف العيل ما بياكلش او بيخس فانا بالتالي اشيل له اللوز. لا، في حاجات او بروتوكول معين متفقين عليه كل دكاتره الانف واذن على مستوى العالم بيشيلوا بسببه اللوز. الافضل طبعا ان انت تشيل اللوز لما يكون مضطر ليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو، ولو عندك اي استفسار يخص التهاب اللوز او امتى تشيلها او امتى ما تشيلهاش، او ابنك فيه مشاكل معاه او مشاكل في تحليل، سيبها في التعليق وانا ارد عليها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.